صاحب الشيبي من الفيفا وايقاف مروان حمدي. اهلا بيكم في برنامج كابتن بيبو لمشاركتك في احداثك الكرويه لكل جديد. قبل ما نبدا الفيديو دعموني بلايك وسبسكرايب وكومنت جميل، ربنا يكبر بخاطركم يا اخواتي في الله. بالنسبه بقى لنقطه صغيره كده قبل ما نبدا عشان استفزتني بس، المصور اللي اتحول للتحقيق ليه يحصل معاه كده لمجرد ان احتفل بهدف؟ ليه يكون متعرض انه يتقطع عيشه في اي وقت؟ وايه ذنب مراته وعياله؟ راجل كبير محترم زي ده يتحول للتحقيق لمجرد انه احتفل بهدف لنادي بيشجعه؟ واللي صور او اللي صورته دي كانت عايزه تاخد اللقطه وتطلعه ترند وخلاص؟ ليه مش بنفكر في الناس اللي بنطلع على حسهم ترند وما بنفكرش في اللي هيحصل لهم بعد كده؟ المهم نرجع لموضوعنا. جمهور الاهلي يتعاقب بسبب غلطه في الشيبي، خناقه الشيبي وحسين الشحات في الماتش اللي فات، واساءة مروان حمدي بعد المباراه لجمهور الاهلي. هي دي الكره، دي خناقه في شارع. بس نبص بقى للموضوع من اوله، هل فعلا الشيبي اللي عمله ده من حقه؟ والله انا شايفه انه من حقه ونص كمان. بس ثواني كده، كانت من حقه فعلا لو كان الجمهور هو اللي شتمه الاول، لكن تفرق هنا كتير قوي. ما هو الجمهور ما عملش كده من فراغ، ولا الجمهور قاعد فاضي يشتم في اللعيب. هو اكيد مش مبرر ان اي حد يتشتم ويعمل له اساءه، بس رد فعل طبيعي. وده بسبب ان الشيبي مستفز جدا بصراحه. يعني الشيبي في النشيد الوطني ما سلمش على اللعيبه، حقه ما قلناش حاجه، بس الواجب عليك انك تقف تحترم النشيد الوطني في البلد اللي انت قاعد فيها. يعني ايه الفكره انك تسيب السلام وتمشي تقف على الدكه؟ يعني ماشي انت مش عايز تسلم على لعيبه الاهلي، او بمعنى اصح مش عايز تسلم على حسين الشحات، قلت وبقول تاني انه من حق، بس كنت ممكن تقف عادي، ما تمدش ايدك، تلعب في شعرك، تعمل اي حاجه، واللعيبه هتفهم مش غبيه، يعني مش هتموت وتسلم عليك مثلا. ده غير الحركه اللي عملها في الملعب للعيبه وجمهور الاهلي. ده غير بقى اساس المشكله، الفاول، ان انت تدخل في زميلك دخله خشيمه زي كده، وكان ممكن لا قدر الله يحصل كسر في قصبه الرجل وحسين الشحات يبطل كوره، والاسم انك كنت بتقطع الكوره منه. لا دي قطع فعلا، بس مش قطع الكوره، وكلنا عارفين انت كان قصدك ايه بالظبط. وكانت هتبقى ايه عقوبتك؟ هتتوقف ماتشين ثلاثه وبعد كده بقى اعمل كده عادي مع اي لعيب مضايقني، ما الحكايه حلوه. وغير ان في لقطه بقى معرفش حد لاحظها ولا لا، الشيبي بعد ما حصل الفاول ده على طول حصل اشتباك بينه وما بين اللعيب، والمفروض ان الشيبي عامل نفسه مش واخد باله وراح عشان يشوف ايه اللي بيحصل، وكان عمال يضرب في حسين الشحات برجله من تحت. وبالنسبه للناس اللي بتقول من حقه ده اتشتم وخد بالقلم وتسبب الدين من شيخنا حسين الشحات، هقول لك بكل هدوء ان كل ده اصلا كان قبل شتيمه الجمهور للشيبي. وحكايه القلم اللي كلنا نعرفه، الشحات اعتذر للشيبي وبس راسه، والشيبي قبل الاعتذار، عمل نفسه انه قبل الاعتذار. فما فيش اي حاجه تبرر نهائي ان اعمل نفسي قبل الاعتذار وانا من جوايا شعور تاني. انا ما دام عارف ان معايا الحق واقدر اخد حقي ما كنتش قبلت الاعتذار. وكده كان مفكر نفسه انه كان هيعرف ياخد حقه، بس للاسف جاب الغلط لحد عنده. وبالنسبه للناس اللي بتقول ده محترف، ده مش مبرر. ما عندنا علي معلول بقاله اكتر من 5 سنين، ورضا سليم وسيف الجزيري واسامه ابو علي، ولاعيبه المنتخب نفسهم بتطلع تحترف بره وتركز في مستقبلها وبس. اصل معلش انا لعيب محترف وبعرف اخد الكره من بطن الحوت، بس ما عنديش اخلاقيات ولا مبادئ، يبقى انا كده لا اصلح ان اكون قدوه لاحد، وان لعبي ده ما يفرقش مع الناس اللي انا بغلط فيهم اصلا. وغير برضو لما خد طرد وهو خارج رفع التيشيرت، كان ايه الفكره برضو من حاجه زي كده؟ انت نازل الملعب اصلا مش مركز ب1%، ايه اللي همك ازاي تتشاكل والنتيجه كانت وفق بالفيفا ومكسب الاهلي؟ وشوف يا اخي سبحان الله، انت السبب في ان الاهلي يكسب. والدليل على كده المدير الفني يوروشيتش علق على حركه رجلك وكان بيقول لك ايه اللي انت بتعمله ده. وبالنسبه بقى لمروان حمدي والالفاظ اللي اتقالت بعد الماتش، الاهلي رفض اعتذاره وتم تقديم بلاغ للنائب العام من النادي الاهلي، وقال كمان ان اي مشجع مهما كان مين حس انه اتضر من اساءه مروان ليه من حقه يشتكي، والصراحه ده برضه من حقه. وبس كده موضوع حلقتنا النهارده خلص. ولو لسه ما عملتش لايك انزل اعمل لايك وسبسكرايب للقناه. كان معكم كابتن بيبو لمشاركتك في احداثك الكرويه.